بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم جايب لكم طريقة تحميل باتش الدوري المصري والجزائري في لعبة بيس 2015. طبعا أنا هحط لكم رابط أسفل الفيديو، رابط هتخشوا عليه هيطلع لكم الصفحة دي. طبعا دي صور من داخل الباتش. طبعا زي ما انتم شايفين اهو الأهلي المصري، طبعا كلكم عارفين. طبعا بعد ما نضغط على ميديا فايل هيطلع لك الصفحة دي. طبعا تكتب هنا الموجود هنا عشان ويقول لك داونلود، تضغط داونلود. طبعا انا محمله عندي فمش هحتاج ان انا احمله. تمام. طبعا بعد التحميل هيطلع بشكل مضغوط كده. طبعا بعد فك الضغط يبقى كده. نفتح ملف. طبعا داونلود وكنام. طبعا داونلود ده ناخده كوبي ونخش الى موقع الملف. طبعا نحطه هنا بس طبعا نقول له نسخ واستبدال. كوبي كوبي كونكت كونتين. طبعا زي ما انتم شايفين اهو بينسخ ويستنى. طبعا انتهى. طيب نيجي للكونامي. طبعا ناخد الكونامي برضو كوبي. طبعا نخش على ده على الملف ده. طبعا على كونامي نتك هنا باص نسخ واستبدال برضو. طبعا دلوقتي احنا خلاص كده خلصنا. طبعا نيجي نفتح اللعبة دلوقتي. هتشوف التغيير، هتشوفوا دلوقتي التغيير. ثانية واحدة. طبعا نثبت الدراع او أداة التحكم. طبعا كده ظبطته. طبعا نيجي نفتح دلوقتي هتشوفوا التغيير. شوفوا التغيير دلوقتي. طبعا طبعا هتلاقي الدوري المصري والدوري الجزائري. طبعا دلوقتي نيجي نلعب مثلا دوري نيو. شوف دلوقتي الدوري المصري. طبعا جواه نفتح الدوري المصري الأهلي، كل 20 فرقة موجودة. طبعا كده شوف التحديث جوه اللعبة. تم إضافة الباتش المصري، باتش الدوري المصري وباتش الدوري الجزائري. طبعا كده انتهى شرحنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.